والله العظيم يا مرتي يا حبيبتي انا ما عملت حاجه. طاج الصيني انا ما كانش قصدي اكسر وخلاص. خدي بتاع امي لسه من ساعه فرحها متشال في النيش. يا عم محمد خلاص انا كلمت ابويا يبيع الفدانين في البلد وهسدد لك القرض. والله عايزين تعرفوا اللي حصل للعمده؟ تعالى احكي لكم القصه من الاول. هوبا فجاه كده طلعت اسراء بطيارتها ادت كف لايرانيا، راحت هوبا طلعت ايرانيا ببوازيكها ادت كف الاسراء. راحوا الاثنين طوالي ماسكين في هدوم بعض وكل واحد قاعد يلطش في الثاني، ده يوجع مسؤول ولا عالم ولا وزير والتاني يوجع له مبنى مهم، ده يدي ده قلم على جفاه التاني يديله قلم على وشه. وفجأة كده مرة واحدة راحت طالعة دورة أميرة بطيارتها الشبحية العظيمة الفشيخة ومدية القلم الكبير لدولة إيرانيا وقالت خلاص الموضوع خلص، أنا أميرة العظيمة القوية الجميلة خلصت عن محلول السر اللي عندهم. راحت طالعة إيرانيا وقالت لهم هاي إحنا غفلناكم وخبينا التركيبة. وهوبا راحت طالعة دولة إيرانيا وراحت ساكعة أميرة على جفاها وضربة لها القواعد بتاعتها اللي في قطر والعراق. راحت طالعة أميرة وكيداها وجايلة للعالم كله الساكعة بتاعتكم ساكعة في شينكم وانتوا أصلا قبل ما تسكعونا بلغتونا. وبعدها راح طلع الرئيس كرومب كده مره واحده من غير احم ولا دستور وراح كاتب على حسابه الشخصي يلا خلاص فضيناها كله يروح على بيته، يلا يا دي انت هو رش ميه. وقال لك ايرانيا هتوقف الاطلاق بعد 6 ساعات بس اسراء هتستنى 6 ساعات كمان زياده وبعدها توقف. ايوه يا عم كرومب اشمعنى دي هتوقف 6 ساعات بدري عن الثانيه؟ فهمنا تقريبا حد ادى للثاني لطش ازيد فمستنيهم يتساووا. شغل عيال صغير يا عم كرومب احنا مش في حضانه. المهم ما علينا من ده كله. عم كرومب قال لك خلاص احنا اتفقنا وهي 12 ساعه والليله دي كلها هتتفض. خلاص يا جماعه الولاد حلوين ومؤدبين وكل طرف هيلتزم بالادب والاحترام ناحيه التاني. وراح خاتم كلامه فليبارك الرب اسراء، فليبارك الرب ايرانيا، فليبارك الرب امريكا، فليبارك الرب الشرق الاوسط، فليبارك الرب اي حد بيتفرج على الفيديو بتاعي. والله العظيم يا كرومب ما هتاخد نوبل للسلام بوشك اللي عايز يتسفلت ده لو قعدت تصلي حتى من هنا للسنه الجايه. وبعدها بدقائق راحت حاصله مفاجاه كبيره وطلعت ايرانيا قالت لك احنا ما نعرفش اي حاجه عن كلام عمك كرومب ده وما اتفقناش معاه على حاجه. وهوبا راحوا طالعين تاني ساكعين اسراء لطش على جفاها. طب اسراء هي التانيه تسكت؟ راحت طالعه هي كمان لسعاهم على جفاهم. يا اولاد لما انا خدود احمر ده انتوا كتر خيركم على كده. وهوبا بعد ده كله فضوا الليله كل واحد روح على بيته. ايوه يعني خلاص كنتوا الاثنين اصطلحتوا وانا اللي رحت في طيس. يطلع واحد يقول لي ايوه طب وانت مالك زعلان ليه يا عمده؟ اقول لهم انا من ساعه ما اتولدت عمالين يتحايلوا عليا يدوني قرض. اول ما لقيت الدنيا بتخلص قلت لهم خلاص هاتوا قرض ب 2 مليون جنيه وصرفت نصهم على اساس ان الدنيا غايره في غاره ومش هدفع. ده ريتها كمان كانت جت على القرض كانت هتبقى هينه. ده انا كمان طلعت طقم الصين اللي مراتي مدكناه في النيش من يوم ما اتجوزنا وجالي جاي كل ساعه اشرب شاي في فنجان جديد واكسر وما اعرفش ان انا اللي دماغي هتتكسر وفي الاخر هم يصطلحوا وانا اللي البس. تعالى يا عم ترامب تعالى يا عم حل لي مصيبتي. طب المصيبه الاولى مع البنك ودي سهله حلها انها تحبس، لكن المصيبه الثانيه مع مراتي ودي مالهاش حل. ودلوقتي لازم تقولوا لي رايكم يا جماعه، هل اللي كانت بتعمله اسراء وايرانيا وامريكا دي كانت مسرحيه؟ وبالذمه لو في حد عنده طقم صيني نص عمره وعايز يبيعه يقول لي يلا شيروها له وابعتوها له. سلام.